Audio Jungle. من دونه لا تقوم صناعة الحديد والصلب، فهو عصب هذه الصناعة الاستراتيجية. إنه المعدن الذي تتصارع عليه الدول الصناعية الكبرى وتستهدف الحصول عليه بأي ثمن. وفي خبر صار، أعلنت الحكومة الجزائرية عن البدء باستخراج هذا المعدن من مكامنه المنجمية، مع وجود مؤشرات قوية لاكتشاف المزيد من هذه المكامن في الصحراء الجزائرية الثرية بخيرات الله من الكنوز والثروات المعدنية الأرضية، والتي أحصي منها أكثر من 900 نوع، جلها نادر وفريد. فماذا عن هذا المعدن الاستراتيجي الذي بدأت الجزائر باستخراجه وتعدينه؟ وما هي أهميته الاقتصادية والصناعية؟ هيا بنا نكشف المزيد من التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. هو معدن المنجنيز المقتبس اسمه من اللفظ اللاتيني ماجنايت الذي يعني الممغنط، وذلك لكونه عندما يتحد مع الألمنيوم أو النحاس عند صناعة السبائك، فإن هذه السبائك تكتسب خواص مغناطيسية. ويعود الفضل في الاكتشاف الأول لهذا المعدن إلى العالم السويدي كارل فيلهلم شيله عام 1774 للميلاد، ثم جاء مواطنه يوهان غوتليب غان ليكون أول من يعزل المعدن بشكله الحر عن طريق اختزال أكسيده باستخدام الكربون. والمنجنيز لونه رمادي فضي لامع، يقع على رأس عناصر المجموعة السابعة في الجدول الدوري، ويصنف كيميائيا ضمن الفلزات الانتقالية، رمزه Mn ورقمه الذري 25، وهو يتواجد في الطبيعة مرتبطا بمجموعة من العناصر والخامات المعدنية الأرضية، من أبرزها المنجنايت والبرولوسيت والبوليانيت والرودونيت والتنجستات والبنديت. وكانت الحكومة الجزائرية قد زفت بشرى للجزائريين ليس فقط باكتشاف احتياطيات معتبرة من خام هذا المعدن في غير منجم من المناجم المنتشرة في صحراء الجزائر، ولكن أيضا إعلان البدء باستغلال منجم المنجنيز الضخم في منطقة القطارة، والذي يمتد على مساحة تتجاوز 2 كيلومترا باحتياطيات تزيد عن 2,972,000 طن. جدير بالإشارة أن هذا المنجم يقع في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الجزائرية على بعد 130 كيلومترا من بني عباس، ويمثل هذا المنجم أهمية كبرى لصناعة الحديد والصلب في الجزائر، كما سنبين بعد قليل. يقول السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم إن مشروع استغلال هذا المنجم يهدف إلى إعطاء حركية متصاعدة للتنمية الاقتصادية من خلال استغلال الثروات المنجمية بالمنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل. وأضاف إن بعث هذا المشروع المنجمي يندرج في سياق استغلال منجم الحديد بغار جبيلات في ولاية تندوف، وليس منجم القطارة وحده معقل خام المنجنيز، بل ثمة مؤشرات قوية لوجود احتياطيات معتبرة من هذا المعدن في منطقة وادي إمزور ومنطقة الحدبة، وكذلك في المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب، حيث يتشكل 3 معادن نادرة هي البورونيت والبسيلو ميلان والبيروليسيت. ونأتي إلى السؤال الهام: هل المنجنيز معدن مميز دون غيره من المعادن الأخرى؟ بالتأكيد نعم، لأنه ببساطة هو عصب أحد أهم الصناعات في العالم، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وهي صناعة الحديد والصلب.
ولعل هذا سبب اهتمام الدول الصناعية الكبرى بالاستحواذ عليه، حيث يستخدم معدن المنجنيز بنسبة 95% في صناعة الصلب والسبائك الحديدية وتشكيل الأجزاء الفولاذية المقاومة للتآكل والحرارة، التي تمثل البنية الأساسية في صناعة الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات العسكرية الثقيلة. وكذلك تدخل في صناعات مدنية حيوية، وعلى رأسها صناعة القطارات وقضبان السكك الحديدية. ونسبة 5% المتبقية تدخل في عديد من الصناعات الكيماوية. ولكونه من المؤكسدات القوية، فإنه يدخل في تركيب البطاريات القلوية، وفي صناعة الخطب المستخدمة لتلوين الزجاج والخزف والسيراميك الفاخر. وتعول عليه كثير من الدول في صك عملاتها المعدنية وحمايتها من التزييف. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتمدته مع فلزات أخرى مثل النحاس والفضة والنيكل كمكونات أساسية في صناعة القطع المعدنية النقدية، وذلك منذ مطلع الألفية الجديدة. وتمتد استخدامات معدن المنجنيز إلى مجالات أخرى ذات طابع استراتيجي، فلا غنى عنه في المجال الفلاحي، حيث يؤدي دور هام جدا في صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية، وهو منظم أساسي في إتمام عملية البناء الضوئي للنباتات، وضروري من أجل أكسدة الماء. ويصنف المنجنيز باعتباره أحد أهم المواد التي تدخل في مجال التصوير التشخيصي الطبي، حيث يستخلص منه عنصر المنغى فودي بير الضروري في تحديد درجات التباين عند إجراء الكشف بالرنين المغناطيسي، خاصة في أمراض الكبد. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.